السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الملوزه اولا المعلكه. كتجي رائعه، كتجي معلكه، كتجي خطيره. بالنسبه لهاد الملوزه غادي نحتاجوا واحد 4 ديال الكركاع اللي كنقيوه وكنمسحوه، غير كنمسحوه ما كنغسلوش. وغادي نحتاجوا واحد كاس لاروب ديال السكر، ما تكثروش السكر لان فيها الكونفيتور وعارفين بانها كتفند في السكر كلاصي، دونك ما تكثروش السكر. عندي 125 غرام ديال اللوز اللي كنطحنوه بالقشور ديالو، حتى هو اللوز غير كنمسحوه ما كنغسلوش. واللوز عندي هنايا عفوا الكركاع عندي هنا الطريفات اللي غادي نزينو به. عندنا واحد البيضه، 2 معالق ديال الكونفيتور، وعندنا نص خماره وواحد ساشي ديال الفاني. صافي كنطحن الكركاع ديالي مزيان مزيان. من بعد غادي نبدا نضيف المكونات ديالي. غادي نضيفوا هنايا هذا اللوز كما قلت لكم كنطحنوه بالقشور ديالو. انا اللوز كان ديجا عندي مطحون. كاس الا ربع ديال السكر، ما تكثروش الحلاوه. هنايا عندي واحد ساشي ديال الفاني، وغادي ناخذ فقط نصف ديال الخماره، ما تكثروش لان نصف الخماره عندنا كميه قليله، راه هذاك النص راه كافي. دونك صافي غادي نخلط هاد النواشف ديالي مع بعضهم. من بعد غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشماش. صافي كما كتشوف معايا نخلطوا المكونات ديالنا مزيان. بالنسبه للبيض غادي نضيفوا بيضه واحده لانها كافيه باش كتجمع لينا الخليط ديالنا. صافي كنمعك مزيان المكونات ديالنا. غادي نضيف ديك البيضه وصافي كتخدموا مزيان المعلكه ديالكم. صافي هادي هما المكونات اللي فيها ساهله وبسيطه وكتوجد لينا دغيا دغيا، وبصراحه كيجي المذاق ديالها خطير، المذاق ديال الكركاع. صافي غادي نجمع هنايا الخليط ديالي. صافي وغادي ندوزو باش غادي نبداو نشكلو به كويرات. بالنسبه ملي غنبداو نشكلو الكويرات ديالنا راه غادي نحتاجو المزهر باش كنبقاو ندوزو يدينا فيه باش كتجينا فيه داك المذاق ديال المزهر. وبالنسبه للسكر كلاصي، هنا السكر خصو يكون سبيسيال لان السكر كلاصي سبيسيال هو اللي كيبقى شاد لينا في الملوزه ديالنا، ما كيذوبش مع الفران ملي كندخلوه. صافي كنبدا ندهن يدي هنايا بمزهر وغادي نبدا نفندها في السكر كلاصي. بالنسبه للملوزه انا درتها كبيره، انا كتعجبني الملوزه كبيره. والحجم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، فقط ديروا بعين الاعتبار ان ملي كتدخل الفرن راها بحال كما كنقولوا كتفرقع كيكبر ليها شويه الحجم ديالها. صافي انايا المهم درتها شي شويه كبيره. كندهن يدي كما قلت لكم بالمزهر، نفندها بسكر كلاصي، وما تحاولوش تدردروها من السكر كلاصي، خليو فيها هذاك السكر باش ما كيهبط لكمش مع السخونيه. دونك غادي نكمل انايا الخليط ديالي وندوزو باش نكمل معكم. صافي هنايا من بعد ما كنكور الملوزه ديالي غادي ندوز باش غادي نوضع دوك الطريفات ديال الكركاع. كنوضعوا الطريف ديال الكركاع وكنضغطوا عليها واحد شويه. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي. بالنسبه للفرن 120 درجه، كنشعلوا عليه من الفوق ومن التحت، ما تجهدوش عليه العافيه. المده ديال الطهي ديالها فقط 12 دقيقه، راه هي ما كتحتاجش تطيب بزاف لانكم راك عارفين الكركاع واللوز راه ما كيحتاجوش انهم يطولوا في الطياب. صافي كندخلها الفرن كتطيب لي ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل ديالها اخر.
هذا هو الشكل ديال الملوزه ديالنا ملي كنخرجوها من الفرن، كتجي رائعه وكتجينا هكا مشققه. كتجي ناجحه الصراحه. كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم وتجربوها في هذا العيد هذا ان شاء الله، كراها سهله. كنتمنى تكون عجباتكم وكنقول لكم بسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.